كسبنا السعودية بلدنا التانية والدور الجاي على اسبانيا. اولي ايه ده احنا هنشيل قبة. ازيك يا بكر؟ يا مصطفى وحشني يا عامل راجل. ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. ايه رايك الأخبار؟ في استوديو الحياة؟ قصدك حياة حسام؟ حياة حسام. حياة حسام. لذيذة والله. يعني هناخد جولة جوه حياته بقى. بنجدد شوية دي فرصة بشوية. ناخد جولة بالظبط. جوه حياة حسام بالظبط، هنعمل ان شاء الله فيديوهات احسن بإذن الله. بس سيادتك تفضى. يا باشا انا افضلك يا لهوي. ده انا اسيب حياتي واللي ورايا واللي قدامي بس ما عشان تسيبش حياة حسام. ايوه لا طبعا ما اقدرش. حياة لا، حسام دي اهم حاجة. قول لي بقى احنا ازاي كسبنا او انت شفت الماتش ازاي او ايه اللي حصل؟ هو اللي حصل بمنتهى البساطة. بمنتهى البساطة السعودية ما احترمتش المنتخب السعودي، ما احترمش المنتخب المصري خالص. انا حسيت ده فعلا. هيرفي رينار ما احترمش المنتخب المصري خالص، ما احترمناش تماما خالص. فاهمك. واحنا عندنا لعيبه سريعه. دي حقيقة. تمام. واستغلوا اقول لك ايه، ومن الحاجات اللي مضايقاني ان احنا ما استغلناش كل الفرص اللي جات لنا. فاهمك. يعني الماتش ده والله بدون اي مبالغات يخلص 9-10 مستريح. رقم ايوه فاهمك. فاهم. ضيعت كتير فعلا. انت مش سيبك من الضياع. يعني الضياع منطقي، لا انت ما استغلتش الكوره من اولها. صح. كويس. ايوه فاهمك. يعني زيزو اللي هو احسن لاعب في الماتش، زيزو صنع جول وجاب جول. تمام. في جون اللي هو اللي عرض الكوره اللي هو لا ده محمد هاني اللي عرضها. هو اداها لمحمد هاني فهو بري اسيست يعني. خلاص يا عم هنقول ساهم في 3 اجوان من الاربعه. زيزو كان ممكن يساهم في 6-7 اجوان. لا انا في جون غالبا زيزو كان رايح ناحيه الجون وراح لاعب هو الكره بالعرض ما حطهاش. هو مش جول. ايوه ما انا بقول لك دي ما هي دي يعني من دي ضمن الفرص مش هي الوحيده. فاهمك. مش دي بس الوحيده، ده انفراد. فاهمك. ده دي تشيل ده انفراد كامل. راح معرضها والتاني عايز يعرضها. فاهمك. فاللي هو انا مش فاهم انتوا يا جماعه في ايه. لا الماتش يخلص فعلا. فالماتش يخلص كتير قوي. لدرجه ان وانا بتفرج انا متضايق. انا مبسوط بالاربعه بس متضايق اكتر. يعني مبسوط 40% ومتضايق 60%. مضيع كتير. ايوه فاهم. ان انا لان خلي بالك بعيدا عن ماتش اسبانيا يا سيدي، بعيدا عن ماتش اسبانيا، ماتش ودي في الاول والاخر. انت أكيد. في كاس العالم تلعب العتاوله مش هتلاقي يا عم نيوزيلندا ذات نفسها مش هتسيب لك المساحات دي. اكيد طبعا. السعوديه نازله مش محترماك فسابت لك كميه مساحات غريبه. صح. وبيهاجموا كلهم سايب 2 ورا. ايوه فاهم. وحارس مرمى غريب مفهوم. ايوه تمام. يعني تحس ان هيرفي رينار كان بيجرب تحس ان هو ايه، طب ما تيجي يا جماعه نشوف ايه اللي هدافع ب2 وهاجم ب8 واشوف قصاد مصر ايه اللي هيحصل. ايوه تمام. كابتن حسام حسن انا بالنسبه لي ما استغلش ده كويس. واللعيبه ما استغلتش ده كويس. فاهمك. يعني احنا كنا بنلعب على ايه، سيب له الكوره فاهمك يعمل اللي هو عايزه. وانا العب على المرتد. ايوه حلو قوي. جات لك كام مرتده بقى؟ كتير. ايوه صلاح لو كان موجود الموضوع لا كان هنجيب اجوان كتير. هيبقى اكتر. الفرص اللي جات لزيزو ناحيه اليمين يترجمها صلاح يترجمها كلها بسهوله جوان. او يبصي او يعمل. يعني في كور مثلا كان ممكن مرموش مثلا لو لاحظت ان مرموش بص كتير لزيزو وتريزيجيه ان هم ما بيبصلوش. ايوه تمام. فاهمك. وابتدى يشوح لهم وبتاع. في ناس طبعا بتهاجم مرموش مش فاهم ليه. ايوه طب ما هو حقه يعني الراجل بقى دلوقتي انت ما بتبصيش وكسبان 2 ولا كسبان 2 في اول 10 دقايق. فاللي هو طب ما انا عايزين نجيب صح. وهو تفكير اوروبي وتفكير مانشستر سيتي وجوارديولا طبعا. جوارديولا لما بيلاقي فريق قدامه ميت بيدوس عليه. هو ده تفكيره. مش هفضل العب كوره يعني وبتاع. حتى الجون اللي جابه مرموش هو شاطها. ايوه كان ممكن يمشي ويجيب وكل حاجه بس هو شاطها لانه عارف ان الحارس مذبذب وهتيجي فيه عادي والدنيا تمام وبتاع. فاهم. فشوف لاعب بفكر اوروبي من نص فرصه. فاهمك. وشاط وجاب جول من لاعبتنا اللي عملت ماتش الى حد ما كويس. خلاص استغلت بعض الفرص. بس كان انت ليه مش طماع؟ صح. انت ليه مش طماع يا معلم؟ هي دي مشكله الكره في مصر ان هي دايما ما بتبقاش طماعين. انا ليه مش طماع؟ طيب ورأيك في هيثم حسن؟ جامد. لعيب مبشر قوي بصراحة. جامد جدا. لعيب وحاسس ان هو
يعني مش عايز ما بحبش فكره اللي هو ايه لقينا بديل لصلاح. صلاح ما لحد دلوقتي يا جماعه ملوش بديل، فيش حد. بس هيثم حسن ممكن ينزل يقلب لك ماتش. دي حقيقه. خلاص انا متابع هيثم حسن من ايام ما كان بيلعب في ريال قبل ما يروح ريال افيدو. كان لا هو الواد ما شاء الله عليه، لعيب جامده جدا، لعيب جبار قوي. جامده جدا وعنده ثقه بنفسه. ولعب مع منتخب فرنسا ناشئين. برضو كان عنده مشكله في بدايه اول ما نزل اول كام دقيقه كان بيأنن كتير. تمام، وعايز يثبت نفسه للجمهور، عايز يظهر كل ده كلام منطقي. بس بعد كده ظبط شويه. خلاص، فانت محتاج تحجم فكره الانانيه دي شويه. خلاص احنا عرفنا ان انت لاعب جامد، خلاص اثبت نفسك بقى بالطريقه الثانيه. وبرضه وممكن ينزل، خلي بالك يعني انا هيثم حسن بالنسبه لي يفيدك قوي قوي في المرحله اللي حسام حسن فيها ما بيلعبش راس حرب. مش هو اللي يلعب راس حرب. يعني انت ممكن كتير تخلي صلاح راس حرب وتودي مرموش وينج شمال. اوكي كده ولا هيلاعب ناصر منسي ولا هيلاعب مصطفى محمد، خلينا متفقين هو ما بيطقش واحد فيهم. خلاص هو ما بيلعبش مهاجمين، هو ما بيلعبش مهاجمين، مش فاهم ليه مع انه حسام حسن يعني. خلاص لو انت استغليت فكره صلاح لما بيقل بدنيا شويه وحطيته راس حربه، خليت هيثم حسن وينج يمين، وخليت مرموش في مكانه الاساسي وينج شمال. انا ما اعرفش ليه هو وجارديولا مصرين انه يلعب مهاجم. هيبقى عندك الثلاثي ده خطير. صح، دي حقيقه. الثلاثي ده هيبقى خطير. لو لعبت بالثلاثي ده في الشوط الثاني او بدات بيه ماتش نيوزيلندا مثلا في كاس العالم، او ايا كان بقى ايران او مكان ايران، لو بدات يعني في ماتش بلجيكا ابتدي بالتشكيله اللي انت الاساسيه اللي انت بتعملها دي، اللي هو فيها حذر دفاعي. تريزيجيه ومرموش قدام، تريزيجيه شمال وصلاح يمين، ماشي. ماتش بلجيكا يبقى هو اصعب ماتش بالنسبه لك، فاهم؟ فانت عايز تهندل الدنيا شويه في الدفاع. لكن نيوزيلندا، ايران بقى او العراق او الامارات ايا كان مين اللي هيلعب مكانهم، لو بدات بالثلاثه دول تخلص الماتش الشوط الاولاني. ده وجهه نظري بصراحه. فاهمك. بس ده باختصار شديد يعني. بس احنا مبسوطين طبعا. اخواتنا السعوديين بقى يقول لك ده ماتش ودي وبتاع والكلام ده كله. وانا مع احترامي للكره السعوديه، هم المشكله في يعني في ناس كتير يطلع يقول لك الكوره في السعوديه افضل من مصر واداء مش عارف ايه. انت عارف الكلام اللي ده يعني. انت حتى الماتش بتاع مصر والسعوديه ده 4-0. قبلها من سنتين ثلاثه الاهلي والهلال 4-1، الاهلي والاتحاد 3-1 بيراميدز والاهلي السعودي 3-1 اعتقد برضه. الزمالك والهلال 2-1 والزمالك والنصر في عز. الزمالك لعب الاهلي ولعب الاهلي طبعا كسبوا 3-1. والمنتخب المصري انت اقول لك انا الموضوع باختصار. هو الدوري السعودي ماركتينج وملاعب، دي حقيقه يعني امكانيات اسماء لعيبه تمام طبعا، وامكانيات ملاعب وامكانيات جوده تلفزيونيه عظيمه وفاهم وامكانيات تسويق عظيمه وكل الكلام ده مش موجود عندك. خلينا طبعا بس ساعات الحاجات دي بتاخد من الجوده او الكواليتي الاصلي بتاع اللعبه نفسها. هقول لك على حاجه. احنا كسبنا السعوديه 4-0. السعوديه سنه 99. سنه 99 مين اقوى؟ منتخب مصر ولا منتخب السعوديه؟ 99 مصر طبعا. واخده كاس عالم 98، واخده كاس افريقيا 98. تمام. ومنتخب بقى ما اقولكش السيد ومدحت عبادي وياسر ريان وياسر رضوان وابراهيم حسن وحسام حسن وحازم امام وعبد الستار صبري. بص انا بقول اسماء يعني بص حاجه يعني صعبه يعني طبعا. خلاص لعبت السعوديه في كاس القارات. ايه اللي حصل؟ روقنا، خسرنا 5-1. طب ليه خسرت 5-1؟ لان انت عملت كان نفس القصه. انت عملت اللي عمله السعوديه دلوقتي. صح. انت نازل انت متعادل مع المكسيك اللي هي مستضيفه البطوله 2-2 وتعادلت مع بوليفيا تمام 2-2. ايوه. فانت قدامك ايه؟ تتعادل او تكسب السعوديه تصعد. ايوه. حلو الكلام.
فانت نازل بتلعب السعوديه بمنتهى ايوه هنشيلكوا يعني 5 كتير. دخلت 5. تمام. ده اللي عملته مصر عندها نفس القصه دي في كاس الامم الافريقيه دايما برضه 2009. ايوه طبعا في كاس القارات في كاس القارات نفس الفكره. تخسر اي نتيجه غير 3. انت عملت ده مع امريكا وشلت من امريكا. فاهم؟ هو المنتخبات العربيه عندها نفس فكره الاستهتار دي. اعكس بقى ده، يعني خد نفس اللي انا بتكلم فيه ده المثال، وقيسوا على الحاله بتاعت وقيسوا على دلوقتي. فاهمك. قيسوا على دلوقتي في شيء. ايه هو؟ السعوديه كسبتك 5-1 لان انت استهترت بيها سنه 99. حلو قوي. السعوديه نزلت، السعوديه قابلت البرازيل بعديها. تمام. ايه اللي حصل؟ مش متذكر. 8. البرازيل كسبت السعوديه 8. انا فاكر. تمام. 8 ليه؟ لان احنا كسبنا مصر 5. فاحنا هنعمل ماتش مع البرازيل ان شاء الله. لو هنخسر 1-2. خسروا 8. ده اللي انا خايف منه في ماتش اسبانيا اللي جاي. فاهم؟ لان انت جاي بانتعاشه طبعا، وعندك اوفر في الاحتفال. اوفر احتفال من كابتن حسام حسن نفسه. ماشي. وهو قال انا جاي اكسب، وقال لك مع سيف زاهر، وسيف زاهر قعد يقول لك انا كابتن حسام قال لي انا عايز اكسب ماتش السعوديه وماتش اسبانيا. مش عارف ازاي. ماشي خلاص. فرحانين بال4-0 وما بنتكلمش على ان السعوديه كانت وحشه خالص. ما بنجيبش سيره ان السعوديه كانت وحشه خالص. أيوه. احنا عمالين نقول اللعيبه بتاعتنا جامده ومش عارف ايه، وفجاه حولنا الموضوع للاهلي والزمالك. يا جماعه انتوا حطيتوا الموضوع، انت عارف ان ويستروب بيتعلم من حسام حسن وبتاع. لا يا جماعه، اوضه اللبس في المنتخب شيء، واوضه اللبس في النادي شيء. ايوه صح. تمام. شوف زيزو عامل ازاي، ده معناه ان المدرب منال. ما انا عارفين، انا كده عارفين المدرب منال ب60 نيله في الاهلي. دي حقيقه خلاص. بس انت عايز تقنعني ان الانديه بتاعت الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا فتحوا لك زي السعوديه؟ لا طبعا. انا اسف يعني. انت جبت كهرباء الاسماعيليه تكسب السعوديه باللي عملته قدامك. فاهمك. فاهمني؟ اكيد طبعا. فما تقارنش بمستوى السعوديه قدامك. خلاص قدام باي حاجه وتقول ان المدرب السبب في الاهلي. لا الاهلي كده في مشاكل من الاداره للمدرب للعيبه. دي حقيقه. تمام. ما نقعدش نضحك على بعض. خلاص. فاحنا خدنا الموضوع في حته ان اللعيبه دي جامده جدا وتقدر تعمل ماتش حلو مع اسبانيا، لان احنا كسبنا السعوديه. احنا بنتكلم كده. مش فاهم ليه. ايوه فاهم. خلاص. انتوا واخدين الموضوع اللي هو حاجه اجريسيف، وناسين ان اسبانيا دي مثلا اول التصنيف. طبعا. دي نسيان، احنا مش في دماغنا طبعا. اسبانيا دي يا جماعه اول التصنيف. اسبانيا اول التصنيف. اسبانيا عندها افضل لعيبه يعتبر في العالم الفترات اللي جايه. نص الفريق او 3/4 برشلونه ما شاء الله. غير كده وكده كلهم وسنهم صغير. انت اصغر واحد عندك مين؟ اصغر واحد والله فكر فيها كده والله هتعطل. ايوه طبعا. هاتها كده والله. مين اصغر واحد عندك؟ هتلاقي حسام عبد المجيد مثلا. حسام اعتقد حسام عبد المجيد. مين؟ ما اعرفش. حسام حسن مثلا. ما اعرفش برضه. حسام حسن سنه قد ايه؟ حسام وهيثم. مع مين تاني؟ طبعا محمد هاني ده محسوب علينا ناشئ بقاله 90 سنه. مروان عطيه تلاقيه 27. امام عاشور 26. احنا عندنا معدل السن السن المنتخب 28 سنه. 28 ده المتوسط. ده هم اكبر لاعب 30. هم عندهم اكبر لاعب ده هيكون عنده مثلا 26 25 سنه. ايوه فاهمك. اذا كان مصطفى الشوبير اللي احنا بنقول عليه حارس صغير 27 سنه. ايوه ولا مش صغير خالص. ايوه. فانت الشناوي ما شاء الله عليه يعني. ما شاء الله. تمام. فاحنا يا جماعه ما نخليش وحاجه. ما تحط في دماغك يا سيدي ان انت ماتش السعوديه ده انت استغل وقول انا استغليت المنتخب السعودي. ده صح. تمام. وكان نفسي اجيب اكتر. اطلع قول كده وانا فرحان ان انا كسبت السعوديه وبتاع وكل الكلام ده. بس المواجهه الحقيقيه بالنسبه لي اسبانيا طبعا. لان انت هتلعب بلجيكا يا معلم. انت بلجيكا كسبت امريكا 5-2 في ماتش ودي في امريكا. فاهمك. صباح الفل طبعا. فاللي هو وهتلاقي بقى دوكو والناس اللي شايله جيريمي دوكو عندك. تمام. فبلجيكا مش اعلى من اسبانيا ولا حاجه. بس بص اللي اقل من اسبانيا كسب صاحب الارض 5.
انت بقى شايف ازاي هنلعب اسبانيا ازاي؟ يعني ممكن نكسب فعلا ولا؟ بص، هو الموضوع مش زي ما الناس فاهمه. الماتش مش سهل. يعني انت بتلعب اسبانيا، لكن انت تتخيل ان اسبانيا دي تصنيف من اقوى المنتخبات في العالم، هو منتخب اعلى منتخب في التصنيف. بخلاف ان انت عندك اسبانيا معدل الاعمار كلهم صغيرين. لو جيت بصيت يعني 60 او 70% من لعيبه المنتخب الاسباني برشلونه، فمدرسه تحت تدريب هينزي فليك، فحوار كبير. فاهمني؟ عندك لامين يامال، عندك نيكو ويليامز، عندك بيدري، عندك رودري، عندك لعيبه اساطير ما شاء الله. يعني لعيبه هي مستقبل العالم الفتره اللي جايه بالظبط. فالموضوع مش سهل. هتلاعبهم الموضوع هيبقى في شغل. يعني انت عايز تشتغل شغل قوي، تبقى مذاكر. اهم حاجه تبقى مذاكر الفريق المنتخب اللي قدامك. ما تنزلش طبعا مقفل زي ماتش مثلا السنغال. تنزل متحفظ، بس لازم يبقى عندك تطور. يعني احنا شفنا ماتش مصر والسنغال، انت نازل فوق ال 85 دقيقه انت بتدافع بس ما تعملش حاجه. ايوه، فانت لو نزلت قدام منتخب زي اسبانيا هتدافع. هو عنده بدل البلان 30 40 بلان هيعرف يجيب في الجول، واثنين وثلاثه واربعه. فاهمني؟ فانت العب كوره. انت ماتش ودي، انت بتشوف الدنيا، بس برضه ما تحطش في الحته بتاعت اصل كده ماتش ودي وبجرب واديني بشوف. لا، انت ده يعني ده حاجه هتعيشها كمان شهرين 3 في كاس عالم بالظبط. فما حدش هيرحمك. انت هتروح تلعب مع اسامي كبيره ولاعيبه على اعلى مستوى. انت بتلعب اقوى في منتخبات في العالم كله بالظبط. تمام. فانت لازم تبقى مستعد لده. الاستعداد لازم تبقى نازل عندك ثقه، والمهم تلعب كوره. انا مش هقول لك العب، يعني احنا كجمهور بيقول لك يا باشا انا ما عنديش مشكله، كده الكوره مكسب وخساره. انا اخسر بس ما اخسرش وانا مخنوق. بالظبط. يعني اخسر بشرف، اخسر يا عم. ماتش السنغال احنا خسرنا 1 بس كنا مخنوقين. كنت زعلان طبعا. انت ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه خالص. بالظبط. ماتش الكوت ديفوار في الدقيقه 89 بالظبط. ماتش الكوت ديفوار كنت انت كسبت ليه؟ اللي انت بقيت بتروح وبتيجي وبتحاول. بان على فكره كرويا الكوت ديفوار اعلى، وجابوا جولين بسهوله. بالظبط. جابوا جولين بسهوله. ليه؟ بس انت كنت بتأدي. الدنيا راحه جايه. فاهمني؟ وفي بلان وفي خطه وفي تغيير في الملعب وفي يعني بتشوف. انت لو بصيت على البلان هتلاقي مثلثات بتتحرك مع بعض، لعيبه بتتحرك مع بعض. انا اللي مضايقني ان احنا بالظبط قدين عندنا لعيبه سهل تأدي هجوميا بالظبط. تمام. حتى لو في اسماء ما خدهاش حسام حسن معاه. حتى لو في اسماء هو ما خدهاش. طبعا حسام عمال يلعب في الاضاءه، عمال يجرب فينا. تريك ولا ايه؟ كنت بقول ايه؟ نسيت. صحنا على الاضاءه. كنا بنتكلم على الاداء. احنا عندنا لعيبه هجوميا كويسه. حتى لو في لعيبه ممكن تكون احسن حسام حسن ما خدهاش، زي قطه وزلاكا فاهمك. في لعيبه تمام. محمد شحاته والناس دي في ممكن يكونوا اتظلموا فعلا، بس هو الاسماء التانية برضه هجوميا تأدي يا عم. وانت عندك وزيزو وتريزيجيه ومصطفى محمد وطبعا محمد صلاح وهيثم دي حاجه تانية وهيثم وكل. فانت عندك لعيبه فعلا لعيبه كوره يا عم. اكيد طبعا. لعيبه كوره حلوه. يعني ممكن يطلعوا لك اداء كويس. عندك برضو في اسامي في الوقت الحالي، عندك برضو اسامي تعمل لها حساب زي محمد صلاح، زي مرموش. انت عندك 2 عندك يعني 2 وبقى في واحد ثالث يتعمل لهم حساب فعلا داخل ارض الملعب، بحيث ان هو يخلي اللي قدامك يكسكس في الدفاع شويه. ايوه بالظبط. عندك تمام. عارف. فانت ممكن تلعب على دي باستمرار. طب صلاح مش هيلعب ماتش اسبانيا ماشي. هيثم ومرموش موجودين. وهيثم على فكره هم هناك عارفين هيثم كويس. ايوه لان هو بيلعب في الدوري الاسباني وبقى له يعني هيثم مش سنه ولا 2. هيثم بقى اكتر انا نفسي هيثم 7-8 سنين. انا نفسي هيثم يلعب اساسي بصراحه. انت ايه رايك؟ انت التشكيله ايه؟ انا ممكن اقول لك تشكيله ماتش السعوديه. بشوبير في حراسه المرمى، ومحمد هاني يمين، فتوح شمال، حمدي فتحي وياسر ابراهيم 2 قلبي دفاع، إمام مروان عاشور قدامه زيزو وإمام، وإسلام عيسى وتريزيجيه ومرموش. خلي بالك إسلام عيسى وتريزيجيه الاثنين كانوا بيلعبوا وينج شمال، مش عارف ليه. والله العظيم في ما كانش عندك وينج يمين. خلاص. ومرموش قدام. ده حال التشكيل ده.
ما اعتقدش انه ينفع قدام اسبانيا. لا. طب انت تحب مين؟ انا شايف ممكن هيغير حاجات بسيطه جدا. انا شايف الموضوع لا طبعا ده يبقى دي حاجه انا ما اتمناهاش. هو لاعب شوبير ماتش السعوديه، ما انا عارف، بس انت ما ينفع. لا انت خلاص، انت مصطفى المفروض يعني، وده يعني من المفروض مش المنتخب بس، الاهلي والمنتخب يثبتوا على مصطفى الشوبير. خلاص مصطفى واخد ثقه وعمل يعني، حتى الموضوع هيروح في حته ان انت بتظلمه فاهمني. ولا يعني حارس مرمى مبشر انا بالنسبه لي مش فكره الظلم، هو احسن حارس مرمى مين. أيوة. انا بالنسبه لي بصراحه لحد دلوقتي خلي بالك مصطفى غلط غلطتين في ماتش السعوديه كانوا مقلقيني جدا. يعني حب يرقص في واحده والثانيه بصاها غلط. هو عنده ثقه لولا برضه ان السعوديه كانت نازله ميح، فالغلطتين دول لو كانوا قدام اسبانيا جولين. فاهمك فاهمني. يعني خلينا هو برضه بالنسبه هو احسنهم لان مصطفى عنده ميزه انا شايفها ميزه بصراحه، بس شايفها الوحيد اللي في مصر اللي هو يا جماعه انا بلعب السهل بالظبط. انا بتمركز صح. ايوه فاهمني. يعني هو بالنسبه لي هو احسن. ما حدش يقول لي بقى احسن حارس مرمى بيلعب برجله، ما عندناش حارس مرمى بيلعب برجله عدل اصلا. ولا هو ولا صبحي. مش زي يقول لك الاثنين دول احسن اثنين حراس مرمى بيلعبوا برجلهم ولا بيعرفوا يلعبوا برجلهم اصلا. اكيد. خلاص. بس شوبير هو بيعمل انا بتمركز كويس. بتمركز صح. ايوه فاهمك. ان شاء الله الكوره جت فيا لان انت واقف صح. ايوه صح. فاهمني. هي دي اكبر حاجه عجباني عند شوبير. هو المفروض يقف جون بسبب الموضوع ده اساسي يعني. اكيد طبعا. انا شايف بس انا بقول لك حسام هيبتدي بالشناوي. هو ممكن يلعب شوبير شوط تاني حسب يعني النتيجه. فاهمك. يعني لو احنا خسرانين 1-0 بس او 0-0 فاهمك. لو دخل فينا لوكشه جوان هينزل شوبير. هيطلع الشناوي ينزل شوبير. فاهمك. بس انا شايف لا يعني خلينا مثلا نطاقين. مش بقول لك وجهه نظرك، بقول لك انت شايف هو هيلعب ازاي. يعني انت عايز تعالى نفكر دلوقتي ممكن حسام حسن يعمل ايه. لان احنا وجهات نظرنا انا متاكد الشعب المصري كله وجهه نظر مختلف عن حسام حسن. لا وفي برضه بيحب يجود فبيحط التاتش بتاعه. لكن انا بقول لك شايف ان هو حسام حسن هيلعب ازاي. هيبتدي بمين يعني. هو لو يعني من اللي انا حاسه او اللي هيعمله كابتن حسام حسن هيبدا فعلا زي ما انت قلت. انا معاك في الشناوي. ماشي. هيلعب باك يمين هاني عادي. باك شمال باك شمال ربنا يستر بين حاجه انا قلقان منها ان هو يلعب كوكا كمان كان فتوح. يقول لك انا كده مجرب. لا صعب قوي. بص انا انت بذمتك مش انا واحد ايوه انا بقول لك انا مش مقتنع يا راجل. انا ما راح المنتخب اصلا. يا راجل هو بيلعب اساسي في الاهلي. ان كوكا يلعب كوره اساسا مش هو بيلعب اساسي في الاهلي. لا ما بيلعبش اساسي في الاهلي. مش عارف ولا بيلعب اساسي في حته. انا مش عارف بجد. ده علامه استفهام عجيبه. متاخد ليه. بس هو ممكن يلعب. ممكن الناس في الكومنتات تقول لنا هو واخد كوكا معاه ليه. ممكن يروح لكوكا لسبب يقول لك كوكا دفاعيا كويس. انا هروح لكوكا مع فاهم ايه ان هو ممكن يلعب بجيم تحفظي يعني جدا. فيلعب بكوكا ويلعب بياسر وممكن يلعب مش بحمدي فتحي كمان يلعب بحسام عبد المجيد او بخالد صبحي اعتقد. اوكي يعني خالد صبحي ما بيلعبش اساسا في الماتش. ما بيلعبش بس هو ماشي. اوكي يعني انت وجهة هيلعب الشناوي هاني بالظبط. حاسس ان كوكا يلعب. حاسس كده انه هيلاعب كوكا ويلاعب ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد وهيحط حمدي فتحي في النص ومروان عطيه ويلعب ممكن بامام وقدامهم هيبقى ممكن يروح زيزو يمين ولا هيثم. لا زيزو وهيلاعب تريزيجيه ومرموش. هي وجهة نظر. ده اللي انا يعني ده اللي الكابتن هو انا ممكن ابقى معاك مختلف في حاجه واحده بس ان هو هيلاعب فتوح. مش انا اتمنى. بص مش هو انا بقول لك الحاجه اللي هيعملها بس هو كصح لو هنتكلم في ان انت تلعب منطقي تلعب طيب اقول لك ليه. طيب احنا مش عارفين هو ليه واخد كوكا. خلاص. بس انا ما اعتقدش حتى لو هو بيحب كوكا مش هيسلموا تسليم اهالي ليامال. مش يسلمه. هو بالنسبه له حد بيلعب دفاعيا فاهمني. خلي بالك مع ان اقول لك على حاجه كوكا لا هجوم ولا دفاع ولا حلو ولا اي حاجه. انت كوكا هسالك سؤال لو انت كواحد اهلاوي كوكا وقف بزيرة ازاي؟ انا من نفسي فاولات
مش شايف منه حاجه يعني هو ما وقفش بزيرة كوره، هو وقفه فاولات، وكل ما كل الكوره ما تيجي لي بزيرة فاول. صح. ايه كان الدوري المصري على جنب بقى، كان الدوري المصري على جنب حتى لو بزيرة ده احسن لاعب في العالم، كان الدوري المصري ده على جنب. انت هنا الحكم لو لقاك بتعمل ده مع يامال هو مش هيسمع عليك طبعا اكيد خلاص. والجماهير مش هتسمع عليك انت في اسبانيا خلاص، والصحافه كلها مش هتسمع عليك. هنا في مصر احنا فرحانين عشان موضوع اهلي والزمالك، هو حتى لو وقف بزيرة بالفاولات واسمه خده في جيبه والكلام ده كله بنحفل على بعض والكلام ده خلاص في اللذيذ. فانا ما اعتقدش حسام حسن ياخدوا معاه مجامله، بس ما اعتقدش ان هو هيبيعه ويخلي شكله وحش قصاد العالم. ما اعتقدش. انا اتوقع بصراحه بكابتن حسام حسن اي حاجه، هو تتوقع كل حاجه. وفكر تاني ان احمد فتوح اكثر خبره اكيد طبعا، الراجل كان عنده بقى اللقطه الشهيره مع مركزه واللقطه الشهيره مع اشرف حكيمي. أيوة هو وقف اشرف حكيمي قبل كده وعرف يلعب عليه والكلام ده كله خلاص. وده مركزه وكل الكلام ده، وحريف ضد حريف والليله دي كلها مع اختلاف. انا بالنسبه لي الافضل يبدا بمصطفى شوبير عادي، يلعب نفس الدفاع فتوح وهاني وياسر وحمدي فتحي، وهم لعبوا مع بعض كتير. مروان عطيه، امام عاشور، وتلعب زيزو في النص، وتلعب بهيثم وتريزيجيه وعمر مرموش مهاجم. ماشي، ده في الموزون. هتبقى بتلعب يعني بوزن توازن الدنيا. لكن ان انت هتبتدي بقى تجيب لاعب من الشرق تحطه في الغرب وتجرب هنا وتجرب هنا، ماتش ودي كلنا عارفين وده طبيعي ان انت هتجرب، بس عايز حاجه تبان شكل عام. هتبدل عليهم او هتغير عليهم، هتغير لاعبين. لكن ان انت كل شويه تجيب واحد من هنا تحطه هنا وتجيب واحد من فوق تحطه، ما بتلعبش شطرنج. ايوه، انت المفروض تبقى محدد عشان تبقى عارف اساسياتك اللي انت هتحتاجها الفتره اللي جايه، هتبتدي تمنهج عليها الفتره اللي جايه، ان انت هتروح بيها البطوله، هتقدم بيها، هتعمل ايه الكلام ده كله. طب انت عارف اسبانيا لعبت ماتش ودي مع صربيا كسبتها 3. صربيا فريق تقيل طبعا. يعني انا عايز اقول لك على حاجه من الماتشات الموضوع مختلف دلوقتي، مفيش اللي انا شفتها يعني بالنسبه لي طبعا اسهل ماتشين في الماتشات الوديه اللي انا شفتهم، يعني مصر والسعوديه والجزائر والجواتيمالا. الجزائر كسبت جواتيمالا 7 واحنا كسبنا السعوديه 4. المغرب انا شفت ماتش المغرب والاكوادور. الاكوادور فريق تقيل جدا جدا جدا. دي حقيقة. كسبان الارجنتين من فتره والمانيا تعادلت اعتقد مع كان ماتش صعب قوي. المانيا تعادلت مع المانيا كسبت تقريبا 3-2. كسبت او تقريبا كسبت 3-2 او تعادلت 2-2 حاجه زي كده. الماتشة كلها فانت يا عم الارجنتين لعبت قصاد موريتانيا في الارجنتين. موريتانيا عملت هجمات اكتر وكان استحواذها اكتر. ايوه هي الارجنتين كسبت 2-1 بس الصحافه الارجنتينيه عماله تقول يعني احنا خدعنا يعني من قوه المنتخب الموريتاني. ايوه متخيل. فالمنتخب الاسباني لعب صربيا كسبوا 3. اقول لك تشكيل اسبانيا في الماتش ده يا ريت. اوناي سيمون حارس مرمى، قدامه كوكوريا وهاوسن ولابورت ماشي ويورنتيني تمام. قدامهم رودري وزوبوميندي وبدري ويامال واوبرازابال وفران توريس. اوكي تمام. لعبش بنيكو ويليامز مصاب. ده حظ محمد هاني وده الحمد لله. نيكو ويليامز مصاب خلاص. هو بقى ايه لو هيلعب عليه باوبرازابال. معرفش مين ده، اول مره اسمع اسم اللاعب ده. لا بصراحه معرفش مين ده، بس هو اكيد لاعب جامد يعني. اكيد بيروح المنتخب اكيد لاعب جامد. يقال ان برشلونه لما رافينيا اتصاب في ماتش فرنسا والبرازيل قالوا الاتحاد، كلموا الاتحاد الاسباني وقالوا ما يلعبش الماتش كله قصاد مصر. على يامال ما يلعبش الماتش كله قصاد مصر، يلعب شوط واحد يا اما ما يلعبش اصلا. عنده رافينيا وعنده يامال مصابين. مع ان في مصلحه حلوه لبرشلونه من اصابه رافينيا يغيب 5 ايام كل يوم $20,000 من الفيفا. فبرشلونه يطلع حلو. برشلونه محتاجه فلوس زي الزمالك كده. فاهمك.
تمام. بس نتمنى يعني ان اللعيبه تكون سليمه يعني، اكيد يعني ما نتمناش الاصابه اكيد طبعا يعني. بس توقع الماتش يخلص كام؟ اتوقع الماتش يخلص كام؟ هو ماتش صعب قوي 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 على المنتخب المصري. ولو احنا نزلنا زي ما قلت لك، لو نزلت لعبت كوره واديت، ممكن الماتش يخلص 2-1 لاسبانيا. بيخلص 2-2. لكن لو نزلت بتلعب نفس الجيم المعتاد اللي متعودين عليه في الدوري المصري، اللي هو فريق كبير وفريق عظيم، منتخب بتلعب منتخب اسبانيا ونازل خايف، لا هتزعل، هتتغلب، تطلع ممكن الماتش يطلع 4-5. انا حاسسها 4-0 مش عارف يعني حاسسها 4-0 وهيبقى في مبررات. يعني هقول لك بقى السفر وماتش السعوديه كان قوي والاحوال الجويه بالظبط. يعني انا حاسس ان هيبقى في مبررات والحرب اللي بتحصل هتلاقي هتلاقي والدبان اللي في الفندق هتلاقي في الحاجات دي. ده اللي انا فاهمك يعني. تمام. على الله على خير ان شاء الله. ان شاء الله كده نشوف ماتش كويس ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه كلها ان شاء الله، يقدروا الفتره اللي جايه يفرحونا ويفرحوا الجمهور الوطن العربي كله. التوفيق لكل منتخباتنا العربيه طبعا، ان شاء الله خير. ويبقى البطوله السنه دي نشوف فيها منتخبات عربيه بتوصل، مش هنقول مثلا هتاخد البطوله، بس نقدر نقول توصل لابعد نقطه في البطوله ان شاء الله. طيب احنا كده خلصنا. ما تنسوش بقى نعمل ايه يا معلم؟ تعملوا لايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب ونفعل زر الايه؟ الجرس. قول ايه؟